المهندس خالد عبد الرشيد. لو اتكلمنا عن الصناعات، لما بنيجي بنتكلم عن الصناعه، فالصناعه بتعتمد معظمها على الزراعات. محصول استراتيجي زي القطن، وانت خبير استراتيجي في الاقطان، ماذا سيقدم استاذ خالد او مهندس خالد كخبير في الاقطان في مشروع او مؤتمر هام زي مؤتمر اقتصادي وعوده مصر من جديد، حتى نرى الاقطان المصريه المصنعه وليست اقطان خام في العالم يكتب عليها صنعه في مصر من جديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لما نيجي نتكلم عن القطن والمؤتمر الاقتصادي، بدايه القطن طبعا هو زرعه استراتيجيه بالنسبه لمصر. يعني اهميتها بالنسبه لمصر زي اهميه البترول بالنسبه للخليج. ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر مناخ جميل، مناخ يدينا اما بنزرع القطن فيه بيطلع لنا قطن طويل التيله بنتميز بيه في العالم كله. دول العالم او مصانع العالم اما بتيجي تعرض منتجات قطنيه بتتباهى بان القطن ده مكتوب عليه مصري 100%. طبعا يجب ان يكون لدى القائمين على المؤتمر الاقتصادي متمثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار وضع رؤية استراتيجية أو خارطة طريق نقدر نرجع بيها صناعة الغزل والنسيج كما كانت في السابق. طبعا عشان نرجع صناعة الغزل والنسيج كما كانت في السابق ده بيعتمد بالدرجة الأولى على القطن، بداية من زراعته، نناقش أسباب تدهوره، العوامل اللي أدت لانحدار المواصفات بتاعته، والعوامل اللي أدت لأن هو إن احنا النهاردة ما عدناش بننتج أكتر من 2 مليون إمطار. كنا في السابق بننتج 10 أو 12 مليون إمطار، وكنا بنعتمد عليه قبل ثورة 52. كنا بنعتمد على القطن المصري كدخل استراتيجي بالنسبة للموازنة العامة المصرية. فصناعة الغزل والنسيج صناعة متطورة، صناعة حديثة، لكن للأسف احنا في الفترة الأخيرة لم نواكب تطور هذه الصناعة. وبدأنا نعتمد على القطن المستورد دايما في الصناعة انه يحل محل القطن المصري. طبعا ده أدى لانحدار الصناعة، هذه الصناعة في مصر، وأدى ان الفلاح ما عادش بيزرع القطن، وبذلك بقى له مردود سيء على الاقتصاد المصري. احنا عشان نرجع صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها يجب ان احنا نطور زراعة القطن ونستحدث اصناف جديدة تلائم احتياجاتنا الصناعية. هنا مش خالد اقدر اقول لك ان لكي نصل الى العالمية لابد من الاهتمام بالمحلية. هنتكلم عن القطن ومردوده اقتصاديا في هذا المؤتمر الاقتصادي الهام. ما هو احنا عشان نيجي لازم المفروض ان احنا يبقى ممثل في وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار. ويجب وانا من خلال هذه القناة أنا بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يصدر مرسوم بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للقطن. إحنا عشان نطور صناعة الغزل والنسيج وعشان نطور زراعة القطن اللي هي زراعة استراتيجية بالنسبة لمصر يجب إنشاء المجلس الأعلى للقطن. لازم يضم في عضويته المنتجين والتجار ممثلين في اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، وزارة التجارة الخارجية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاستثمار، والمعنيين بهذا الأمر، بالإضافة إلى معهد بحوث القطن ووزارة الزراعة. ده حضرتك بتسميه المجلس الأعلى للقطن. هرجع ليه الخبير أقطان مهندس خالد عبد الرشيد. حضرتك ذكرت نقطة هامة جدا، هو إنشاء المجلس الأعلى لزراعة القطن، وبدأت تتكلم عن أعضاء هذا المجلس. على أي أساس هيتم تكوين هذا المجلس، وهل سيتم تحديد أهداف هذا المجلس للحفاظ على القطن المصري حتى لا يكون هذا القطن المصري خام في الخارج بره، بل يصل إلى المنتج النهائي اللي هو الملبس؟ سيادتك احنا لما بنقول المجلس الأعلى للقطن هيضم في عضويته بداية من المنتجين اللي هم المزارعين بالظبط، تمام، مرورا بالتجار، مرورا بالمختصين في صناعة الحليج، مرورا بالتسويق القطن، مرورا بشركات الغزل والنسيج المصنعين. يعني منتج ومصنع، لازم هي تبقى حلقة متكاملة، ولازم يكون في تسويق، يعني منتج ومصنع وتسويق. ما هو سيادتك احنا مشكلة القطن في مصر ايه؟ مشكلة القطن الأول بتبدأ مع التقاوي. احنا للأسف وزارة الزراعة إلى الآن غير مؤمنة بفكرة إنتاج التقاوي من القطن المصري.
مع ان التقاوي في اي دولة ديت حاجة استراتيجية وامن قومي بالنسبة لاي دولة في العالم الا مصر. لما نيجي نتكلم على انتاج التقاوي وزارة الزراعة تقول يعني احنا ما بننتجش التقاوي القطن احنا عندنا؟ بننتج التقاوي ما هو انتاج مرحلة انتاج التقاوي عندنا ازاي؟ احنا بنيجي بيوزعوا التقاوي سد التقاوي اللي هي الاكسار ده بيجي ازاي؟ بيجوا على مناطق يقولوا بينزلوا خبراء من قبل وزارة الزراعة يقولوا المناطق دي جيدة الانتاج والمحصول فيها كويس ومواصفاته عالية ناخده اكسار. طبعا ده مش اسلوب علمي. الاسلوب العلمي ان انتاج التقاوي يتم في مزارع وزارة الزراعة اللي هي التابعة لمناطق البحوث. على سبيل المثال، وانا قلت في الحلقة السابقة اللي كنت هنا فيها قبل كده، في منطقة سخا بحوث سخا فيها 11,000 فدان. تقدر وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث القطن تنتج التقاوي او الاصناف اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي. يعني احنا محتاجين نحط خارطة طريق. بس انت عندك معدات وماكينات ما هو يا فندم، ما هو احنا نقدر، احنا بره في الخارج، يعني مثلا لما نروح روسيا او اوزبكستان او كازاخستان نلاقي فيها هناك زراعة القطن مميكنة من الالف للياء، بس بتعتمد على المساحات الكبيرة. يعني ما تنفعش الميكنة نجيبها هنا في مساحة فدان وفدانين وثلاثة، عايز مساحات كبيرة، هتحتاج مساحات كبيرة. فاحنا الدولة هنا لو انتجت وتحط خارطة طريق او هدف استراتيجي بالنسبة لزراعة القطن في محطات البحوث، هنقدر نزرع 1000 2000 3000 4000 فدان، نعمل لهم حزام، والقائمين في معهد بحوث القطن يطلعوا لنا الأصناف الجديدة اللي تتلائم مع احتياجاتنا سواء للداخل أو للخارج. احنا بنحتاج قطن متوسط وقصير الطيلة بنزرع في إبلي، ده بنستخدمه هنا في المصانع بتاعتنا. غير الوجه البحري. الوجه البحري بينتج الأصناف طويلة الطيلة أو اللي هو الطويل الممتاز. للأسف احنا من ساعة ما حررنا تجارة القطن في مصر من التسعينات وبدأت الأصناف أو المواصفات بتاعة القطن تنحدر. ليه؟ النهاردة بقى القطن حر، ما عادش التسويق تعاوني زي زمان. فالقطن بقى بتنقل من إبلي يهجن بحري وهكذا. لكن احنا عندنا أمل ان خطة السيد الوزير وزير الزراعة، الخطة اللي هي الزراعة التعاقدية، ان القطن يرجع لسابق عهد. ايه المطلوب من الحكومة او ايه اللي احنا طالبينه من قوانين او تشريعات بحيث ان القطن الخام بتاعنا ما يخرجش بره قطن؟ عايزين القطن ده يخش بشكل منتج نهائي. ما احنا محتاجين، عايزين نفذ. هل احنا محتاجين تشريع، محتاجين قانون؟ لان دلوقتي حضرتك بتيجي تشوف القميص الصيني ممكن تلاقيه ب 2 3 جنيه، وتيجي تلاقي الصناعه بتاعتك مش عارف ايه. فبالتالي يعني اعتقد ان احنا محتاجين برضو بعض القوانين في عمليه التصدير والاستيراد. احنا محتاجين سيادتك المجلس الاعلى للقطن، لانه هيضم في عضويته من اول الزراعه لحد الصناعه لحد ما التجهيزات والغزل والنسيج والصباغه. محتاجين نطور المواصفات بتاعه بذره القطن التقاوي، محتاجين عوده الارشاد الزراعي، محتاجين عوده التسويق مره اخرى عن طريق التسويق التعاوني، وان القضاء على التجاره الحره للقطن لانها اثبتت فشلها في تدهور الاصناف وفي عدم الانتاجيه. محتاجين نحط خريطه تسويقيه تضمن للمنتج ان هو يطلع باسعار عادله وفي نفس الوقت تلائم احتياجاتنا سواء في السوق المحلي او التصدير. مرورا بصناعه الحليج اللي هي مترديه حاليا في مصر لانها صناعه سيئه وصناعه قديمه. احنا ما طورناش المحالك بتاعتنا عشان نحافظ على التيله، نحافظ على الميكرونيل بتاع التيله، على الاستطاله بتاع التيله، ودي مواصفات فنيه بيحتاجها الغزال فيما بعد الحليج في عمليه الغزل والنسيج. مرورا بان احنا لما يبقى في مجلس اعلى للقطن تتضافر فيه جميع جهود الدوله من الجهات المعنيه، هنقدر نريح المنتج ونريح المستهلك. وفي نفس الوقت اما نرجع نقول القطن هو سلعه استراتيجيه لان هو بتقوم عليه صناعه كثيفه الاستخدام للعماله. في نفس الوقت هو اما يبقى في عماله كثيفه هنحد من البطاله وتاثيرات البطاله على المجتمع. في نفس الوقت القطن ده زرعه استراتيجيه لانه ما بياخدش ميه. احنا عندنا فقر مائي بنعاني منه وهنعاني منه في الفتره الجايه. فلما نيجي نقارن زراعه زي زراعه الرز بزراعه القطن هنلاقي ان مثلا فدان الميه اللي بياخدها فدان الرز تروي من 5 ل 10 فدادين فدان قطن. يبقى احنا هنا كده بنوفر في الميه بالظبط، بنوفرها لسلع تانية. فطبعا ده محتاج قرار سياسي بانشاء المجلس الاعلى للقطن، ده من السيد الرئيس.
قرار سياسي وتشكل ولا لجنة قانون؟ مرسوم بقانون مرسوم بقانون لحين تشكيل البرلمان الجديد. لحين تشكيل البرلمان القادم. ده يبقى مجلس اعلى زي المجلس الاعلى للصحافه. طب احنا مثلا ما مشكلين مجلس اعلى للصحافه. طب احنا لما نرجع للاقتصاد، لانه القطن والصناعه الغزل والنسيج القائمه عليه دي حاجه اقتصاديه مهمه جدا لا تقل أهمية عن الإعلام وعن الصحافة. فبالتالي احنا محتاجين مجلس أعلى للقطن. هو احنا عشان نعالج أي مشكلة أو أي دولة لما بتيجي تعالج أي مشكلة بتشوف الأول أسباب تدهور المشكلة دي إيه. يعني مشكلة مثلا مشكلة صناعة الغزل والنسيج في مصر، المشاكل بتاعتها أساس المشكلة، ونبدأ نحط رؤية استراتيجية وعدة حلول تتلائم مع طبيعة المجتمع بتاعنا، لأن كل مجتمع بيختلف من مجتمع لآخر في طبيعة الحلول بتاعته. احنا ما ينفعش نبيع القطاع العام ويبقى احنا نعتمد تبقى رأس مالية خالصة، وفي نفس الوقت ما ينفعش نسيب القطاع العام يقع، لأن هو الإدارة بتاعته إدارة للأسف يعني ما حصلش فيها تطور، فحصل فيها انحدار وحصل فيها سوء أدى التخلف. خلينا نعمل مداخلة ليه عشان تكمل بالظبط. لأن أنا لما خليت القطاع العام لأهل الولاء والثقة ما خليتوش لأهل الإمكانيات، أهل الكفاءة. أهل الكفاءة. هو المشكلة إن إحنا هنا لازم بنعتمد نشوف ده الدرجة بتاعته إيه، يعني الأقدمية. ما بنقولش بقى عنصر الكفاءة، لا، أهل الثقة. لما غلبنا أهل الثقة على أهل الكفاءة فهذا طبعا أدى إلى تخلف جميع النواحي في مصر الإدارية والصناعية. نرجع لمشكلة الغزل والنسيج أو صناعة الغزل والنسيج. لازم يبقى في المؤتمر الاقتصادي اللي هينعقد في منتصف مارس لازم يبقى عندنا رؤية استراتيجية نعرضها على المستثمرين، نقول لهم إحنا محتاجين إيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر. فإحنا يجب دراسة المشاكل وحلها من جذورها. يعني احنا لحد دلوقتي بندي مسكنات. انت عايز حل المشكله احنا عايزين حل جذري. والحل الجذري ده من رؤيتي الشخصيه. ما هو اصل يا فندم احنا لازم ما نقعدش ندي مسكنات. الاقتصاد بتاعنا ما عادش يحتمل المسكنات. احنا عايزين حلول جذريه للقضاء على هذه المشاكل، واحدى هذه المشاكل صناعه الغزل والنسيج. فالمشكله ديت بتبدا من زراعه القطن مرورا بتسويقه، مرورا بحليجه، مرورا بصناعة الغزل والنسيج. من خلال رؤيتي الشخصية للملف ده أنا بقترح أن يتم خصخصة 80% من هذه الشركات للقطاع العام للمحلي مش للأجانب. يعني احنا يبقى فيه نسبة حاكمة للدولة 20% نسبة حاكمة، ونطرح الأسهم دي في السوق بقيمتها الحقيقية. ليه؟ عشان احنا هنا نطور الصناعة ديت محتاجين إمكانيات مالية ضخمة، وفي نفس الوقت الدولة ما عندهاش في هذه الظروف ان هي تصرف على قطاع الغزل والنسيج مثلا 50 مليار أو 100 مليار جنيه. نرجع تاني نبيع، نقول حلول مسكنة. ايه الحلول المسكنة؟ نبدأ نبيع الأرضية بعض القطع. ما هو سيادتك ده اللي بيحصل، ده اللي حصل في السابق. ده اللي حصل في السابق. كنا بنيجي نحل يعني مثلا الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عشان يحلوا مثلا ديون شركة الدلتا، بقوا يجوا يبيعوا محالج. أشهرها أو آخر حلقة في هذه الحلقات محلج الدلتا بتاع المحلة الكبرى. المحلج ده في شارع رئيسي بتاع المحلة، المتر فيه بيتعدى 50,000 جنيه. لو جينا نقول هي الأرض ديت اتباعت بكام، هنلاقيها اتباعت بملاليم أو خدها البنك بملاليم. ده انهيار للاقتصاد، وفي نفس الوقت احنا ما بنفتش هذه القضية. فاحنا باختصار شديد لازم يبقى فيه رؤية واضحة، هي الرؤية شاملة ان شاء الله تقدم في المؤتمر الاقتصادي القادم باذن الله. جاهزين بيها الرؤية سيادتك. ما هو المشكلة ان القائمين على المؤتمر يعني هم قافلين على المؤتمر، يعني ما احناش عارفين. انا شخصيا مش عارف مين اللي موجود او هم ايه. يعني الرؤية دي كانت المفروض زي ما أحمد بيتفضل وقال كانت تعرض للنقاش المجتمعي للمتخصصين في هذا القطاع. يعني المهندس خالد عبد الرشيد الخبير في الأقطان، شكرا جزيلا. مشاهدينا أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. تعبنا مسكنات لكن بكرة أحلى إن شاء الله. إلى اللقاء.